المحترم الأستاذ سالم الأبيض، بعده سي سلاح البرقاوي، وبعده سي يوسف الجويني. تفضل يا سي سالم، عندك 8 دقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا من فضلكم إن شاء الله الشهيد أنور السكرافي إن شاء الله في عليين، وإن شاء الله من أهل الجنة. أنا أريد أن أعتذر لأهلنا في تطاوين على الكثير من التدخلات السطحية وفي بعض الأحيان البائسة التي تدعي أن أهالينا في تطاوين هم مبشرون بانفصال وبالانفصال عن هذه الدولة وعن هذه البلاد. أريد أن أعود قليلا إلى التاريخ سيد الرئيس، التاريخ الذي لا يعرفه الكثير ولا يفقهونه ولا يدرسونه. أريد أن أقول لهم أن في تطاوين الفكرة الوطنية الأولى نبعت من تطاوين سنة 1915 في ثورة لودرنا بقيادة الشيخ علي بن عبد اللطيف الدبابي وسعيد بن عبد اللطيف الدبابي والشيخ عمر البيض. واقرأوا رسائل عبد العزيز الثعالبي لهؤلاء، واقرأوا رسائل الخضر حسين لهؤلاء، واقرأوا رسائل اسماعيل الصفايحي وصلاح الشريف التونسي الذين كانوا يراهنون على أنها بداية الحركة الوطنية في تونس لمقاومة الاستعمار قبل ظهور الحزب الدستوري التونسي سنة 1920 ب5 سنوات كاملة، وسقط فيها ضابط فرنسي يسمى لبوف، وسميت منطقة في الجنوب باسمه ثم تحولت باسم لحبيب بورقيبة. اقرأوا التاريخ وستعرفون أنه في سنة 1955 لما كانت المفاوضات الداخلية بين الوزير الطاهر بن عمار والوفد التفاوضي بقيادة الحزب الدستوري الجديد، كانت هناك لوائح محفوظة اليوم في الأرشيفات الوطنية وأنا اطلعت عليها، مئات الكراسات تحتوي على مئات الإمضاءات ومئات العرائض تقول أنه لا يجب إفراد الجنوب التونسي وتطاوين ومدنين بوضع خاص كما كانت تريد الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وكانت الدولة ستسقط في ذلك الوقت لهذا الوفد المفاوض سيسقط لهذا المطلب. وفعلا سقط سنة 1955 و56 وترك رمادة تحت الإدارة الاستعمارية الفرنسية، وحرروها أبناء تطاوين سنة 1960 في معركة رمادة الشهيرة التي سقط فيها الكثير من المناضلين وسقط فيها المربي الفاضل البشير النباني. هذه حقائق تاريخية تدل على فضل أهل تطاوين على هذا البلد ومشاركتهم في تحريره. وهؤلاء الذين ينتفضون اليوم على مختلف توجهاتهم الفكرية والسياسية لا أستثني أحدا هم أحفاد هؤلاء القادة والمقاومين الذين قاوموا من أجل أن تعطى تونس استقلالها وحريتها لما كانت مستعمرة فرنسية، ولما كان الجنوب التونسي لوحده كان منطقة عسكرية وبقي منطقة عسكرية، بينما جميع المناطق الأخرى هي مراقبات مدنية وليست مناطق عسكرية. استثني الجنوب التونسي، استثني وهضمت حقوقه أثناء الفترة الاستعمارية، وهضمت حقوقه أثناء 60 سنة من الاستقلال ومن الدولة الوطنية، وما زالت رفات بعض أهالي تطاوين ومدنين وبن قردان وبن خداش إلى حد الآن في الجبال، ولم يقع حتى قبرها على الأرض إلى يوم الناس هذا. وبالتالي اسكتوا واخرسوا، لا تتحدثوا على تطاوين وعلى الجنوب بهذه الصفات الكريهة التي تدعي الانفصال وتدعي الابتعاد عن الدولة الوطنية. الدولة الوطنية عليها فضل أهل تطاوين وعليها فضل أهل الجنوب. سيد الرئيس، للأسف سيد الرئيس أقول أن الحكومة لا تعرف التفاوض ولا تعرف كيف تتعامل مع الوضع. في تطاوين هناك أعيان، في تطاوين هناك تاريخ، هناك وجهات محلية، هناك أولاد شهادة وأولاد دباب، هناك الطائفة، هناك الحمايدة، هناك الكثير من المجموعات الجلدات، وهناك الذهبات، هناك هذه مداخل الحكومة لكي تفهم الوضع. مش واحد عايش في الصالونات في تونس هنا ويعتقد أنه يمكن أن يفهم ما يجري في تطاوين. تطاوين لم تأخذ شيء على مدى 60 سنة، يجب أن تعترف الدولة أولا بهذا قبل أن تذهب في الحلول. لأن أنا أعطيكم مقارنة بسيطة جدا بين تطاوين لا أتحدث عن الجهات الأخرى، أتحدث عن العاصمة التي ننتمي إليها جميعا. أكبر حي وأهم حي في تطاوين هو حي المهرجان. امشي شوف العقار فيه تلقاه ب50 دينار متر الغطاء، متر الأرض، ولا ب60 دينار و100 دينار. شوف نعطيك مقارنة، ما يسمى في السابق في تونس العاصمة التي نحن كلنا جزء منها وندافع عليها، كرش الغابة التي هي اليوم
البحيرات، فج الريح التي هي البحيرات والسباخ المحاذية، برجل التي هي المنازل والمنارات. انظر الفارق في التطور العقاري وتطور الأسعار وتطور الخدمات وتطور فرص الحياة بين أرقى حي في تطاوين وهذه الأحياء التي كانت في يوم من الأيام في نفس المرتبة. لماذا؟ لأن سيدي رئيس الجلسة الثروات الوطنية التي وجب أن تتوزع بالعدل وبالإنصاف وبالقسطاس على الجهات حتى لا نعيش هذه الأزمات الاجتماعية الهيكلية التي قد تدمر الدولة بعد أن أسقطت نظام في وقت من الأوقات، هذا العدل والإنصاف كان غائبا على مدى 60 سنة. والذين جاءوا بفكرة التمييز الإيجابي في الدستور هي فكرة عبقرية، هذه الفكرة، لكن يريدونها أن تبقى حبرا على ورق. هذا التمييز الإيجابي لا معنى له. ما نعطيكش في تطاوين تحب أنت 70%، معناه عندك 60 عام البترول من أرض تطاوين باش نميزك إيجابيا، باش نعطيك طبقا لقاعدة دستورية، راهو مش طبقا للتمييز بين الجهات، طبقا لقاعدة دستورية باش أنت في تطاوين ما يوليش عندك 35% بطالة وفي مناطق أخرى 5%، باش البطالة تتوازن تكون كما هي على المستوى الوطني في حدود 15%، باش التنمية تكون معقولة. هؤلاء الذين جابوا فكرة التمييز الإيجابي اليوم لما نجول السلطة وممارسة الحكم ما ثماش ممارسة للتمييز الإيجابي هذا، ما ثماش إعطاء أولوية لأهل تطاوين. هل هناك شخص عاقل في الدنيا هذه يرغب أن يمشي يعمل اعتصام في الصحراء؟ شكون هذا اللي بعقله، هذا اللي يفكر بعقله باش يمشي يعمل اعتصام في الصحراء؟ الحاجة والفاقة والفقر والاضطهاد والظلم والضيم والاعتداء وعدم الإنصاف، هذه كلها أسباب تدفع الناس من أجل أن يقوموا بمثل هذه الاعتصامات وبمثل هذه التحركات. ليس مسموح لهذا المجلس ولغيره أن يتهم أهالي تطاوين ومن له حجج على أطراف داخلية تؤجج أو تمول، فعليه أن يتحدث ويذكرها ويذهب للقضاء. هناك حلقات تاريخية غير منفصلة، هناك مناضلين ناضلوا في السابق ومناضلين ما زالوا يناضلوا اليوم من أجل تحسين وضعهم ومن أجل حماية هذا البلد، وهذا البلد شطرة في تطاوين، اشتر تونس في تطاوين يحمي فيها في الحدود مع الجزائر ومع ليبيا ومع مالي ومع تشاد ومع السودان ومع الصحراء الكبرى اللي هي كلها عناصر على المستوى الإقليمي غير متوازنة اليوم ويمكن تأثر في المشهد الأمني والمشهد السياسي والمشهد الاجتماعي في تونس والمشهد الدولي، يمكن تأثر في أوروبا. أهالينا في تطاوين هم اللي يحموا فيها، أهالينا في تطاوين هم السد تجاه كل إمكانيات التسلل. اليوم نجو نعاقبوهم ونبدو نعايروا فيهم أهلنا في تطاوين، فيكم شكون يحرك فيكم وقوى سياسية ولا أدري ماذا من هذا الحديث الذي ليس له معنى. فلنغير بوصلتنا، هناك وضع سياسي واقتصادي يتطلب مقاربة جديدة، مقاربتكم فشلت في الحكومة. السيد يوسف الشاهد فلتجلس مع أهل تطاوين، تجلس معاهم وتاكل معاهم العيش والملح باش يصدقوك، باش كنت تقول لهم بخدم 2000 تو يصدقوك. اما لما تجي انت تطاوين ما تعرفش واد نكليف وما تعرفش رماده وما تعرفش ذهبه وما تعرفش غمراس وما تعرفش حتى بقعه من تطاوين شندي والدويرات، كيفاش باش يصدقوك؟ ما تعرف. شكرا الزملاء.